وشرعت مطالب كثيرة في دعم وجود مدرب محلي على رأس العارضة الفنية للخضر، وعلى رأسهم قائد السابق للمنتخب الوطني جمال بلماضي. بعد الخيبة الكبيرة والخروج المبكر من كأس افريقيا بالغابون مع رحيل المدرب البلجيكي جورج ليكانس، يعيش الشارع الجزائري حالة استنفار قصوى من النتائج السلبية للمنتخب الوطني، والجزائريون استحسنوا استقالة ليكانس ورأوا في ذلك أفضل شيء قام به التقني البلجيكي بعد هذا الإقصاء المر والذي يتحمل جزء من مسؤوليته ليكانس. هذا المدرب هذا ما شفناش كاع، يعني عمرنا ما سمعنا به. افرحنا. احنا عندنا مدربين محليين يقدروا يديروا احسن منه، كيف فار ميو كو هذا في بلادهم ما لقاش بلاصه وجا عندنا احنا. لي كاس مدرب فاشل، يعني ديجا شفناه في 2003 راحوا حاوزناه وحذروا لنا من الاشقاء التونسيين باللي قال لك مدرب فاشل، وحنا عاودنا استنجدنا به. Il est nul. Ah ben tant mieux. C'est une bonne nouvelle. كانز ماهوش مستوى تاع فريق بحجم الجزائر، كما نقولوا قدر ثبط اللاعبين تاعنا، ما يمش هذوما اللاعبين تاعنا. وفي ظل شغول منصب العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وعلى ما يبدو فإن المدرب جمال بلماضي بات مطلبا شعبيا ليكون هو المدرب القادم للمنتخب وفسح المجال أمامه للعمل على المدى البعيد، بعدما أثبت جدارته من خلال تجاربه التدريبية مع نادي الأخوية القطري وكذا المنتخب القطري. بلماضي ربح ماجر، كاين اللي عندهم تجربة قبل. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais je me demande pourquoi on ne fait pas appel à Belmadi. Jamal Belmadi, oui. Je crois qu'il est mieux placé pour gérer cette équipe. كان كيما بالماضي كاين بالماضي على عنده كفاءة وإن شاء الله أنا نشوفه يخدم. لازم يكون مدرب محلي غير على البلاد، عنده ريحه الوطنيه. انا نشوف جمال بلماضي. يفكر مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني في الاعتزال دوليا بعد كل المشاكل التي عاشها مع أنصار المنتخب الوطني في الغابون وحتى في المطار بعد وصول بعثة المنتخب الوطني. علمت قناة الهداف من مصادر موثوقة أن الدولي الجزائري إسلام سليماني تلقى نصيحة من الأهل والمقربين باعتزال اللاعب دوليا مع المنتخب الوطني بعد أن توترت العلاقة بينه وبين الجماهير الجزائرية التي كانت متواجدة بالغابون، وتلك التي انقلبت عليه هنا بأرض الوطن بسبب الحملة الشرسة التي تعرض لها في مواقع التواصل الاجتماعي. مصادرنا أضافت أن سليماني امتعض كثيرا حتى من استفزازات زملاء المهنة بمطار هواري بومدين لدى عودة المنتخب الوطني من الغابون صارت الثلاثاء، وسئم تكرار نفس السيناريو معه في كل مرة يتعلق الأمر بمباريات المنتخب الوطني، مثله مثل أفراد عائلته ومقربيه الذين وإن كانوا يساندون معنويا لتجاوز هذه الفترة العصيبة إلا أنهم يلحون عليه كي يعتزل اللاعب دوليا بعدما صار اللاعب يشعر أنه غير مرغوب فيه لدى الجماهير سواء سجل أو لم يسجل. وقد يكون تفكير سليماني في الاعتزال مجرد تصرف في لحظة غضب فقط، بما أن المشاكل التي وقعت له مع الأنصار ليست بالأمر الهين، واسترجاعه لأنفاسه في الأيام المقبلة وانخفاض الضغط مع مرور الأيام سيجعله يفكر مليا في مستقبله مع المنتخب الذي يبقى في أمس الحاجة لكافة لاعبيه الذين لطالما أدخلوا الفرحة في قلوب هذه الجماهير في السابق. ونبقى مع إسلام سليماني، أين كشفت التقارير الصحفية في إيطاليا أن مهاجم لايستر سيتي الحالي وهداف سبورتينغ لشبونة السابق تلقى عرضا للانضمام إلى الدوري الصيني الذي أضحى يستقطب العديد من نجوم كرة القدم.
هجرة نجوم الكرة إلى الدوري الصيني من شأنها أن تجر في ركبها أهداف المنتخب الوطني ونادي لايستر سيتي إسلام سليماني الذي يوجد محل اهتمام نادي كيانجي كوانجان الصيني، والذي قدم عرضا لإدارة لايستر سيتي بقيمة 45 مليون يورو، وهو الخبر الذي كشفت عنه قناة سكاي الإيطالية وتناقلته مختلف المواقع العالمية، من بينها مواقع مختصة في أخبار لايستر سيتي وكذا في البرتغال على غرار صحيفتي أبولا وديسبور. يحدث هذا في الوقت الذي عاد سليماني من الجابون بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا وشد الرحال إلى إنجلترا لاستئناف التحضيرات مع نادي الثعالب تحضيرا لقادم الاستحقاقات، في حين أن النادي الصيني كيانجين يسعى للظفر بصفقة سليماني في الميركاتو الشتوي الذي لم يغلق بعد في أوروبا. عاد لاعبو المنتخب الوطني إلى أرض الوطن بعد خروجهم المبكر من كأس إفريقيا بالجابون، ورفض اللاعبون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. بعثة المنتخب الوطني عادت إلى أرض الوطن سهرة الثلاثاء عبر رحلة خاصة بعد مشاركة كارثية في نهائية كأس إفريقيا بالجابون التي ودعها الخضر من الدور الأول بنقطتين من تعادلين وهزيمة. لاعبو المنتخب الوطني كانوا أوفياء لعاداتهم عند الانتكاسة ورفضوا الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي كانت متواجدة بمطار هوري بومدين. ويبقى اللافت أن العناصر الوطنية عادت في أجواء غير عادية بسبب الحراسة الأمنية المشددة التي فرضت على أرجاء المطار، غير أن الأمور جرت بطريقة عادية إذ غادر رفقاء عسل المطار بسرعة بعد القيام بالإجراءات الروتينية. رفض المدرب المستقيل من العارضة الفنية للمنتخب الوطني جورج ليكانس يقول تحمل مسؤوليته في الإقصاء بعد خروج الخضر المبكر من الكان، وأكد أن الوقت لم ينصفه في مهمته مع رفقاء محرز. برر جورج ليكانس تقديم استقالته من تدريب الخضر بتفادي الضغط على رئيس الاتحادية محمد روراوة عقب خروج المنتخب من الدور الأول لكان 2017، متأسفا على ضيق الوقت من أجل قيادة الفريق إلى بر الأمان. وفي تصريحات جديدة قبل العودة إلى أرض الوطن قال ليكانس أنه كان على قناعة بأنه سينجح في مهمته لو بقي مدربا، مطالبا الجميع بأن يثق في هذا المنتخب وأنه سيبقى يشجع الجزائر في المستقبل. التقني البلجيكي أوضح أنه كان يمني النفس ببناء فريق قوي على قواعد متينة. تمثل الدولي الجزائري رياض بودبوز إلى الشفاء بعد الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس إفريقيا، ومن المنتظر أن يعود لاعب مونبولييه إلى المنافسة بداية من هذا الجمعة. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الأربعاء أن الدولي الجزائري رياض بودبوز سيسجل عودته إلى المنافسة في المباراة المقبلة لناديه مونبولييه الذي ينتظره تنقل إلى ملعب فيلودروم لمواجهة أولمبيك مارسيليا الجمعة المقبل برسم الجولة 22 من الدوري الفرنسي، حيث استأنف لاعب باسيا سابقا التدريبات الجماعية بداية الأسبوع الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة يوم 10 ديسمبر والتي استلزمت إجراء عملية جراحية جعلته يغيب عن نهائية إفريقيا في الجابون مع المنتخب الوطني. تتواصل الاهتمامات بمهاجم نادي ستاندارد لياج البلكي إسحاق بالفضيل بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع فريقه في مرحلة الذهاب، وآخرها من إسبانيا وتحديدا نادي سيلتا فيغو. كشف مدرب سيلتا فيغو إدواردو بيريزو عن اهتمام ناديه بضم الدولي الجزائري إسحاق بالفضيل لاعب ستاندارد لياج البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه أشار إلى أنه ليس الخيار الوحيد الممكن لفريقه. وقال مدرب سيلتا فيغو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الملك: نراقب الكثير من اللاعبين، نتمنى أن نركز على أحد ونحصل على خدماته. ويسعى بيريزو للتعاقد مع جناح بديل للشيلي فابيان أوريانا الذي تم إبعاده عن الفريق. جدير بالذكر أن إدارة ستاندارد لياج كانت قد أعلنت الثلاثاء عن تمديد عقد بالفضيل. سقط المنتخب الوطني العسكري والآخر أمام منتخب المصري في ربع نهائي كأس العالم العسكرية، وذلك في الوقت بدل الضائع من الأشواط الإضافية ليغادر الدورة من الدور الربع النهائي بشرف.
بعد مشوار مميز وثلاث انتصارات متتالية أمام المنتخبات الألماني الإيراني والكوري، سقط المنتخب الوطني الجزائري العسكري في لقاء الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم العسكرية التي تجرى فعالياتها في سلطنة عمان بانهزامه مساء الثلاثاء بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره المصري. عسكر الجزائر لم يخيبوا وظهروا بوجه قوي في المباراة، إذ تمكنوا من تعديل الكف عن طريق حمية في الدقيقة 52 بعد أن افتتح عمر مرعي باب التسجيل للمصريين قبل نهاية الشوط الأول، وبقي المنتخبان متعادلين